أهلا بكم معي في الحلقة 18 من برنامج سينما وكليم، والتي سأحدثكم فيها عن الفيلم القصير في المغرب بين إكراه الهواية ولا جدوى الاحتراف. منذ أكثر من عقد من الزمن وضمن فورة سينمائية ملحوظة، عرف الفيلم القصير في المغرب قفزة نوعية لم يسبق أن شاهدناها من قبل، خصوصا مع وصول التكنولوجيا الجديدة والكاميرات الديجيتال وجعلها في متناول من لديه الرغبة في ولوج عالم الإخراج السينمائي، والتي مكنت جيلا من الشباب من صنع أفلامهم بتكلفة جد بسيطة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الألفية الجديدة مع شريط السيلولويد والكاميرات السينمائية الباهظة الثمن. في حديثنا عن الطفرة في مجال صناعة الفيلم القصير في المغرب، يمكن لنا الفصل بين نوعين من المخرجين. النوع الأول يشتغل بشكل احترافي خاضع للقوانين الجاري بها العمل، والتي يشرف على تطبيقها المركز السينمائي المغربي كجهة وصية على الميدان. وتتجلى هذه الاحترافية في كون أي مخرج يريد صناعة فيلم يجب عليه أن يفعل ذلك تحت إشراف شركة للإنتاج معترف بها قانونيا. أما النوع الثاني من المخرجين فهم هواه يصورون أفلامهم خارج المنظومة القانونية الجاري بها العمل، وفي كثير من الأحيان بشكل سري. لكن المفارقة التي تفقع الأعين أن هنالك مهرجانات سينمائية مغربية متخصصة في عرض الأفلام القصيرة للمخرجين الهواة تنال دعم لجنة دعم المهرجانات السينمائية التابعة للمركز السينمائي. وهنا يقع نوع من التنافي، بحيث أن هذه الأفلام غير معترف بها قانونيا، لكنها تشارك في هذه المهرجانات وتنال جوائز بها. ومن الملفت أيضا أن هذه الأفلام التي يصنعها شباب هواة تتغلب في كثير من الأحيان في جودتها الفنية على أخرى توصف بكونها أفلام لمحترفين. وانطلاقا من هذه الملاحظة يظهر مدى التخبط الذي يشهده الميدان السينمائي المغربي، خصوصا فيما يتعلق بالفيلم القصير وصناعه. طيلة عقد من الزمن أو يزيد، انتقل شباب جاءوا من الفيلم القصير الهاوي للعمل كمخرجين وككتاب سيناريو في الميدان الاحترافي، إما في التلفزة أو في أفلام سينمائية روائية طويلة. وشكل هذا الانتقال نوعا من الاعتراف بهؤلاء المخرجين الشباب كطاقة إبداعية مهمة أتت من السينما الهاوية. لكن قرابة 6 سنوات غير المركز السينمائي المغربي أسلوب تعامله مع السينما الهاوية في المغرب، ممثلة في الأفلام القصيرة. يتشدد عليها الخناق وأصبح مصرا على تطبيق القوانين بشكل لا تسامح ولا تصالح فيه، وذلك بالإصرار على ضرورة اتباع الأسلوب البيروقراطي لتصوير أي فيلم قصير، إضافة إلى خنق المهرجانات المتخصصة في الأفلام القصيرة للهواة من خلال التحكم في حنفية الدعم. وهكذا اضطر كثير من هذه المهرجانات تحويل اختصاصها من الأفلام القصيرة للهواة إلى الأفلام القصيرة للمحترفين. والآن لا يمكن الحديث سوى عن مواعيد قليلة تحتفي بالأفلام القصيرة الهاوية في المغرب، مع العلم أن هنالك ما يقارب 80 مهرجانا وملتقى سينمائيا في المغرب. وأهم هذه المواعيد مهرجانين مهمين يفتحان ذراعيهما للأفلام القصيرة الهاوية، هما مهرجان السينما الهواة بسطات، والذي تخرج منه العديد من المخرجين الشباب ليصبحوا بعد ذلك من بين الأسماء التي أغنت الميدان السينمائي في المغرب، والجامعة الصيفية للسينما التي تنظمها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المغرب، والتي تستقبل أفلاما يصنعها في أغلب الأحيان منخرطون في الأندية السينمائية. الآن وبعدما أصبحت تعرف السينما الهاوية ممثلة في الأفلام القصيرة التي يصنعها مخرجون شباب مهووسون بالسينما ومكونون بشكل ذاتي من تضييق وخنق
مقابل آخرين منهم من تخرج من مدارس سينمائية محلية والذين يبدو الهاجس التقني طاغيا بشكل كبير على تصورهم لماهية السينما عكس أغلب الهواة، فقد أضحى مصير هذه السينما الهاوية ذات النفس الفني مهددا بالاندثار، أو على الأقل محكوما بالعمل السري الخارجي على القانون المعمول به العمل سينمائيا، مع تقلص أو انعدام فرص العرض في القادم من الأيام سوى من مهرجانات خارج حدود الوطن، والتي لا تشترط سوى أن يكون الفيلم المقدم محكوما بشروط فنية معقولة. وهنا يمكن الجزم أن مصطلح السينما الهاوية في المغرب مقابل السينما الاحترافية ليس له علاقة بالجانب الإبداعي بقدر ما هو مرتبط بالجانب اللوجستيكي والإنتاجي، كون مخرجي الأفلام القصيرة الهواة أثبتوا أنهم يمتلكون أدواتهم الإبداعية أفضل من أولئك المخرجين من معاهد سينمائية. نعم، قد نتفق أن هنالك استثناءات من الجانبين، وأن خريج المعاهد يمتلكون التقنية أفضل من الهواة، لكننا بالمقابل سنتفق أيضا أن المخرج السينمائي ليس تقنيا فقط، بل حاملا للأفكار ولرؤية للعالم وللناس وللمجتمع، وهذا ما نجده بشكل متفاوت عند أغلب المخرجين الهواة المغاربة، وما يغيب عند كثير ممن ينعتون بالمحترفين وخريجي المعاهد السينمائية المغربية. الآن قد لا يكون هناك أفق للمخرجين الذين ينعتون بالهواة سوى الاتجاه للشركات السينمائية لتتبنى أعمالهم ولو من باب ما هو شكلي، فيما هم حقيقة من ينتجون أفلامهم من مالهم الخاص، لأن الشركات السينمائية في المغرب تعتبر الفيلم القصير من آخر همومها، ولا تنتج الأفلام القصيرة سوى لأن القانون المغربي المؤطر للعملية السينمائية يلزمها بذلك، خصوصا تلك التي تريد الدخول في ميدان الإنتاج التنفيذي في السينما وفي التلفزيون، والتي عليها أن تنتج 3 أفلام قصيرة كل سنتين، وأغلبها حينما تضطر لفعل ذلك تدع هذه الأفلام في الأدراج ولا تبعثها لمهرجانات سينمائية. وهكذا يكون المخرج الشاب الذي لا يملك حقوق فيلمه هو المتضرر الأول والأخير، فيما تكون الشركة قد استغلته وحققت ما تريده من خلاله. لولا الهواة في المغرب لما عرف الفيلم القصير طفرة مهمة، بحيث وصل عدد الأفلام المنجزة في كثير من السنوات الماضية ما يقارب 80 فيلما قصيرا بين أفلام الهواة وأفلام المحترفين، وشارك العديد من هذه الأفلام في مسابقات بمهرجانات سينمائية مهمة داخل المغرب وخارجه، ونالت بعضها جوائز مهمة واعترافا إقليميا ودوليا. على العموم، لا يمكن الآن الحديث عن تطور السينما في المغرب ومستقبلها بدون ربط ذلك بالفيلم القصير الذي يعتبر منبعا ورافدا مهما يعطي كل سنة مخرجين شباب مهمين ينتقلون لإخراج الفيلم الروائي الطويل بنفس فني مختلف. هذا دون أن ننسى أن الفيلم القصير في حد ذاته جنس قائم الذات، وليس فقط مجرد جسر للمرور لإنجاز أفلام طويلة. لكن قليلون هم المخرجون المغاربة الذين أتوا من الفيلم القصير من يعودون إليه بعد أن يمروا للفيلم الطويل، وكأنهم يعتبرونه جنسا أدنى أو مجرد مرحلة للتمرين قبل خوض ما هو أهم بالنسبة لهم، وهو إنجاز أفلام طويلة.